ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. في عجز في دفاع الزمالك، في احمد حسام متصاب رباط صليبي، ربنا يشفيه يا رب ويقوم بالسلامه. انا جبت لك الحل السحري اللي مش هيخلي الزمالك محتاج مدافعين خالص. ايه هو الحل السحري بقى؟ اولا يعني ان الزمالك لا يملك الرفاهيه ان هو يضخ فلوس ويجيب اجنبي في خط الدفاع، في ظل ان انت عندك مدافع اصلا محترف محسوب من الاجانب في خط الدفاع. فانت بالتالي اولى ان انت تضخ فلوس في خط الهجوم وتجيب هناك في محترفين او تجيب لعيبه في خط الهجوم، زي ما انت ما عندكش الرفاهيه ان انت تضخ فلوس وتجيب لعيب محترف في خط النص، في ظل خط النص اللي عندك. خط النص اللي عندك مش واو ولا هو وحش، هو عادي، هو حلو. انما النقص اللي عندك الكاسح في خط الهجوم، ده اللي اولى ان انت تضخ فيه فلوس. خط الدفاع انا محتاج في خط الدفاع. انت دلوقتي قاعد النهارده الصبح شفت فنربخش قالت لك يتم الاستغناء عن عمر فايد مجانا لان جزموري مش عايزه. بس هات لك على الطبطاب يا جوني ادوارد، اقسم بالله على الطبطاب. اتفرج على عمر فايد في الاولمبيات مع منتخب مصر. عمر فايد كورته حلوه، بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يبص ويسلم ويعمل الكرات الطوليه والكرات العمقيه اللي بتضرب اكتر من خط. مش مهزوز بالكوره، لو لعبنا كوره من تحت هيساعدك قوي. وكمان سنه صغير، وارد فشخ ان هو يتطور، ده خصوصا ان هو لعب بره على مستويات بره. يعني هو ما لعب، ما اعرفش هو لعب في تركيا ولا لا، بس لعب في الدوري القبرصي اعتقد. يعني المقصد انه لعب مع ناس بره، لعب في ايا كان اي دوري بره مصر احلى منك، خلينا نكون متفقين. انا ما بكلمش على الدوري بس، مستوى الكوره بره مصر اعلى من الدوري المصري يعني بكتير. طب حد يقول لي طب لما هو حلو كده ايه النقص اللي عنده؟ عنده نقص انا شايفه فيه، ما بيقدرش التايمنج صح، عنده بطء في التوقيت. بس هل ده برضه انه يتحل؟ طبعا. انت لو جيت تبص على السردباكين بتوعك حسام عبد المجيد والونش، هتلاقي ان الاثنين دول كان عندهم نفس المشكله، وحاليا الاثنين من احلى سردباكين في افريقيا، خصوصا حسام عبد المجيد احلى سردباك في افريقيا بالنسبه لي. محمود الونش كان عنده البطء ده بطريقه رهيبه يا جدعان، كان اي كره تاكلينج بلا فاول مش عارف ايه. يعني انا افتكر ماتش اهلي طرابلس الليبي محتاجين نكسب في افريقيا عشان نوصل للمجموعات، هو دخل عمل بلا كره ساذجه فشخ. حتى حسن شحاته قام طالع بعدها قال لك هذا اللاعب ما اعرفش ازاي لعب في الزمالك. شوف دلوقتي بقى عامل ازاي، اتطور لحد ما اشتغل على نفسه واتطور. ففكره التوقيت ده قادره انها تتطور عادي. اي ناقص من عمر فايد قادر ان هو يتطور عامه. يعني هو لو اشتغل على نفسه مع مدربين زي ما حسام عبد المجيد عمل ولونش عمله هيتطور عادي. وعمر فايد في ميزايا مش عند اي مدافع مصري، جودته بالكره حلوه فشخ. وده عامل اساسي او عامل مهم في اي منظومه لعب حديثه او في الكره الحديثه، ان يكون عندك سرد باكات بيعرفوا يطلعوا بالكوره، هيساعدوك. لو الفرقه قدامك بتلعبك ضغط عالي هتعرف عندك مدافع يعرف يطلع من تحت الكوره، او بالعكس هيديك افضليه ان انت تضرب خط دفاعهم. وفي نفس الوقت برضه هيكون عندك مدافع مش مهزوز، انت مدافع لو اتحط في موقف واحد على واحد بالكوره هيعرف يتصرف. طب الحل الثاني هو احمد مجدي، في ناشئ في الزمالك اسمه احمد مجدي، لعب اخر الموسم اللي قبل اللي فات اعتقد. اول تويته كتبتها لما شفت احمد مجدي قلت ان جودته بالكره حلوه وهو خامه مبشره. بصوا يا جدعان، انت ممكن واحد يقول لي انت كل شويه تقول جودته بالكره حلوه. احب المدافع العاقل، السردباك اللي بيعرف يلعب كره ده كنز. فانا شايف ان احمد مجدي ده كانت كورته حلوه، ما بقولكش زي عمر فايد بس كانت كورته حلوه. يعني لو دخلته مع المجموعه واديته ماتشات في كاس الرابطه اللي هي اصلا معموله عشان تتفرج على اللعيبه يكسر حساسيه الماتشات، هتلاقي عندك لاعب حلو برضه في خط الدفاع ومن الناشئين بتوعك. انت مش في امس الحاجه انك تجيب محترف في الدفاع او لعيبه جديده بمبالغ خرافيه في الدفاع، خصوصا ان انت عندك اثنين خلينا متفقين ان انا ما بقولكش ان دولت التوب، بس دول هيساعدوك في ظل الازمه اللي عندك. احمد مجدي من الناشئين من غير اي حاجه، ولو اديته مره هتكسب لاعب حلو. وعمر فايد انت اتفرجت عليه في الاولمبيات مع منتخب مصر وشفت ان هو لعيب كورته حلوه، بيعرف يطلع بالكره، بيعرف يقف على الكره وهادي. عنده بطء شويه في التوقيت بس سهله فشخ تتعالج. في نفس الوقت هو فري، فنربخش خلاص فسخ عقده او هيمشيه مجانا، فمش هتخسر فيهم اي حاجه. لكن كل الفكره بالنسبه لي في خط الدفاع. وان شاء الله نكسب حاجه السنه الجايه، يا رب نكسب حاجه او نكسب كونفدراليه، يا رب ما نكسبش حاجه بس نلعب افريقيا. انا عايز العب افريقيا السنه الجايه.